هل عمرك شرحت درس باجتهاد كبير وفي الآخر حسيت إن الطلاب مش فاهمين حاجة؟ هل بتحس إنك بتشرح كويس لأولادك لكن في حاجز بينك وبينهم؟ المشكلة مش فيك ولا فيهم. المشكلة ببساطة إننا مختلفين في طريقة استقبالنا للمعلومات. كل واحد فينا بيفهم ويتعلم بطريقة مختلفة. خطوات عملية تساعدك توصل لكل الطلاب. جاهز؟ يلا بينا. سؤال في دماغي بيلف ويدور، عايز إجابة مش بس مرور. كل فكرة تفتح باب جديد، في دماغنا دايما حلم بعيد. أهلا بيك معانا في سؤال في دماغي. سؤال النهاردة بيقول ليه بشرح ومحدش فاهم؟ السؤال ده حقيقي بيلمس مشكلة عند ناس كتير قوي، سواء مدرسين أو يمكن آباء وأمهات أو حتى في الشغل. الإحساس ده إن الواحد بيتعب وبيشرح وفي الآخر مفيش نتيجة واضحة. بالظبط. وكتير بنلوم نفسنا أو بنلوم اللي قدامنا، بس هو أصل الموضوع ممكن يكون أبسط من كده. اللي هو إيه بقى؟ الفكرة كلها إننا مش زي بعض في استقبال المعلومات. يعني كل واحد فينا له زي مفتاح كده، طريقة بيفهم بيها أحسن. وممكن نقسم الطرق دي ل4 أنماط أساسية. 4 أنماط؟ زي إيه مثلا؟ خلينا نبدأ بأول واحد، النشيط أو الحركي. ده الشخص اللي لازم يتحرك ويشارك عشان يتعلم، مش بيحب القعدة الطويلة والكلام الكتير النظري. اللي هو تلاقيه بيلمس الحاجات، عايز يقوم يجرب بنفسه، لو في لعبة يبقى أول واحد. تمام جدا. ده محتاج أنشطة، محتاج يكون هو في قلب الموضوع. لو قعدتيه يسمع بس هيفصل منك بسرعة. فعلا بنشوف ده كتير. طيب ده نمط. إيه التاني؟ النمط التاني هو المتأمل. ده بقى على العكس شوية، بيحب يراقب الأول، يفكر بهدوء، يسمع ويشوف قبل ما يتكلم أو يشارك. يعني ده اللي ممكن يبان ساكت كده في الأول. أيوة، بس هو مش ساكت، هو بيجمع معلومات في دماغه، بيحلل الموقف. القصص والأمثلة اللي فيها تفاصيل بتشده جدا، والأسئلة اللي تخليه يفكر بعمق. يعني ده محتاج مساحة ووقت للتفكير وصبر من اللي بيشرح له، صح؟ بالظبط. نيجي بقى للتالت وهو النظري. ده شخص بيحب النظام والمنطق، عايز يفهم الصورة الكبيرة، يشوف العلاقات بين الأفكار، الخطوات تكون واضحة ومترتبة. ده اللي يزهق لو الكلام مش منظم أو حاسس إن في عشوائية في الشرح، عايز يعرف الليه ورا كل حاجة. مظبوط، بيبقى عايز يشوف هيكل للموضوع، نقاط محددة، ممكن خرائط ذهنية تساعده جدا. الحكي الكتير من غير ترتيب بيتوهه. تمام، كده 3. فاضل 1. الرابع هو العملي أو التطبيقي. ده بقى بتاع من الآخر. أهم سؤال عنده، طب أنا هستفيد بده إيه أو أطبق ده إزاي؟ اللي هو عايز يشوف نتيجة عملية فورية للي بيتعلمه. أيوة، مش بيقتنع بسهولة بالكلام النظري لوحده. لازم يشوف فايدة عملية ملموسة، لازم يجرب بإيده. التدريب العملي والأمثلة الواقعية هي اللي بتقنعه. ياه، فعلا أنماط مختلفة تماما. طب السؤال بقى، لو حد بيشرح لمجموعة فيها كل الأنماط دي، فصل مثلا أو حتى في البيت مع كذا طفل مختلفين، يعمل إيه عشان يوصل للكل؟ هو ده التحدي الأكبر فعلا. بس في مدخل للموضوع ده، نظرية مهمة قوي اسمها دايرة التعلم بالخبرة لواحد اسمه ديفيد كولب. دايرة التعلم يعني إيه؟ كولب بيقول إن عشان نتعلم بجد بنمر ب4 مراحل أساسية ورا بعض زي الدايرة. أول حاجة تجربة حقيقية، يعني نعمل حاجة، نمارس نشاط. تمام. بعدين تيجي مرحلة الملاحظة والتأمل، نفكر في اللي حصل ده، لاحظنا إيه، حسينا بإيه. وبعدين بعدين نوصل لمرحلة الفهم والاستيعاب أو تكوين المفاهيم المجردة، يعني نبدأ نعمل نظريات صغيرة كده أو استنتاجات عامة من اللي لاحظناه. والمرحلة الرابعة؟ الرابعة هي التجريب والتطبيق، ناخد الأفكار اللي كوناها دي ونجربها بقى في مواقف جديدة أو نحل بيها مشاكل. دايرة منطقية فعلا، تجربة، تأمل، فهم، تطبيق. والمفاجأة بقى إن كل نمط من ال4 اللي قلناهم بيفضل مرحلة من المراحل دي أكتر من غيرها. إزاي؟ يعني النشيط بيموت في مرحلة التجربة، والمتأمل بيلاقي نفسه أكتر في الملاحظة والتأمل، والنظري بيرتاح لمرحلة الفهم وتكوين المفاهيم، والعملي طبعا بيركز على التجريب والتطبيق. يا سلام. لو اللي بيشرح مر بال4 مراحل دول في شرحه، يبقى كده لمس كل الأنماط. طب عمليا بقى نعمل ده إزاي؟ يعني لو هشرح موضوع معين، أعمل إيه بالترتيب؟ ممكن خطة بسيطة من 4 خطوات. 1.
ابدأ بنشاط عملي أو لعبة بسيطة أو حتى سؤال يثير تفكيرهم ويخليهم يتحركوا أو يتفاعلوا، ده عشان النشيط. تمام، بداية فيها حركة وتجربة. 2. بعد النشاط افتح باب النقاش والتأمل، اسأل إيه اللي حصل، لاحظتوا إيه، ممكن تحكي قصة ليها علاقة بالموضوع، ده للمتأمل. حلو قوي، نديهم فرصة يربطوا ويفكروا. 3. هنا بقى يجي دور الشرح المنظم. قدم المعلومة بنقط واضحة، خطوات مرتبة، ممكن رسمة بسيطة أو خريطة ذهنية تلخص الفكرة، ده عشان النظري. نلم الموضوع بشكل منطقي. وأخيراً 4. لازم نختم بتطبيق عملي، تمرين صغير، سؤال، إزاي نستفيد بده في حياتنا، مهم يطبقوا فيها اللي اتعلموه، ده علشان العملي يحس بفايدة الموضوع. هايل، خطة واضحة جدا، نشاط، تأمل، تنظيم، تطبيق. يعني بدل ما أركز على طريقة شرح واحدة، الأفضل إني أنوع عشان أخاطب كل واحد بلغته. هي دي الخلاصة. الفكرة مش في كتر الشرح قد ما هي في تنويع طرق الشرح عشان نوصل لكل عقل وكل قلب موجود. محتاجة شوية تحضير وتفكير قبل الشرح، بس أكيد النتيجة تستاهل التعب ده. أكيد، وفعلا بتفرق جدا في مستوى الفهم والتفاعل. مجرد الوعي بالاختلافات دي بيغير كتير. كل طالب بيفهم بلغته، ودورك كمعلم هو إنك تترجم المعلومة للغة كل واحد. وهو ده بقى جوهر العملية التعليمية الحقيقية. التعليم مش مجرد توصيل معلومات، التعليم هو إنك تخلق تجربة تعليمية كاملة توصل للعقل والقلب. ولإنك صديق مميز للقناة، سبتلك في الوصف لينك لاستبيان صغير هيعرفك أكتر نمط بتحب تفهم بيه، ونقاط قوتك والحاجات اللي محتاج تشتغل عليها. وده كان سؤال النهاردة. لو الكلام فرق معاك أو حسيت إنه ممكن يساعد حد تاني، شاركه مع اللي بتحبهم، ويمكن السؤال ده يكون سبب في تغيير كبير في حياة حد. استناني في سؤال جديد من سؤال في دماغي.